أهلا وسهلا بكم 10:22 على موجاتنا. ما زلنا واصلين معاكم في جديد توجينا من مركز التكوين والتدريب المهني بالكيف، وحضر معنا مدير المركز سي محمد اللزيت. أهلا وسهلا بك سي محمد، مرحبا. عالسلامة، مرحبا شكرا، مرحبا بك. مرحبا. إذا الجديد هذا نستناو فيه عنا برشا سي محمد، عنا برشا نستناو في تهيئة المركز هذا بتجهيزات جديدة إن شاء الله، أكيد باش يكون عندها تأثير على الاختصاصات اللي باش تكون موجودة في الدورات. نخلي لك المجال تحدثنا على جديد في مركز التكوين والتدريب المهني بالكيف. شكرا. نحن مركز التكوين والتدريب المهني بالكيف أيقونة في الشمال الغربي، وإن شاء الله المواطنين ما مش نحكي كان ولاية الكيف كامل طرق الجمهورية يستنوا فيه، لأنه في اختصاصات إن شاء الله تكون تفتح آفاق تشغيلية كبيرة ياسر. نعم. والزيادة اللي صارت في الفترة الأخيرة تم افتتاح المطعم والمبيت، مطعم الإعاشة والإقامة في مركز التكوين والتدريب المهني بالكيف بطاقة استيعاب تقدر ب 300 سرير، 200 سرير للذكور و100 للإناث. نعم. وأصبح من أمس بدأت أمس للسادس أبريل حيز الاستغلال. وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. وصلنا تو التجهيزات اللي دخلت نقولوا في زون 50% من التجهيزات اللي كانت مبرمجة للمركز. وعلى امتداد الأيامات القادمة إن شاء الله، ما نقولوش أشهر، احنا نقول الأيامات القادمة باش توصل بقية التجهيزات والمعدات الخاصة بالتكوين. نعم. هذه إن شاء الله كي توصل التجهيزات هذه إن شاء الله في أقرب فرصة، شنو التأثير اللي باش تحدثوا على الاختصاصات الموجودة في المركز؟ التأثير اللي باش يصير إنه باش نبعثوا عندنا زوج اختصاصات باش يتبرمجوا إضافة للاختصاصات الموجودة. منشر الأطفال جا تعرفوا هذا الموجود حاليا في مركز التكوين، واختصاص في كهرباء البناء. إن شاء الله في سبتمبر دورة سبتمبر باش يولي عندنا اختصاص مؤهل شهادة الكفاءة المهنية في الطبخ والمرطبات. إن شاء الله هذا من التجهيزات نتاعو تو قاعدين نعملوا لها في التركيب نتاع الانستالاسيون، نحكي بالعربي حبيبي. تركيب التجهيزات هذه. وإن شاء الله عندنا اختصاص في نجارة الأثاث، التجهيزات نتاعو قاعدة توصل. ان شاء الله احنا تويك طاقه الاستيعاب نتاع المركز باش توصل في سبتمبر ان شاء الله 200-300 متكون. في انتظار ان شاء الله كما نقولوا احنا في الصيف. احنا تو هذا اللي مبرمجينه كل محاسبه التجهيزات، ما نجمش نبرمج اختصاص كي تدخل التجهيزات نتاعو، ولا تبدا عندك ومو على الاقل 50% من التجهيزات اللي نجروا عليه تو حاليا. هو الاختصاصات الثانيه اللي مازال تجهيزاتها ما جاتش، هو في البناء وفي توبوغراف. ان شاء الله حتى هذايا في القريب العاجل يكون علاش قلت لك هو يكون حاضرين. نعم. أيقونة في الشمال الغربي. هو بعد صغيراتنا ما كانوا يمشيوا معناها الوليدات اللي يحبوا يتكونوا خاصة في الطبخ والمرطبات، فما برشا إقبال خلال السنوات اللي تعديت، ويستناو وقتاش يولي موجود في الكيف المؤهل هذايا. ولله الحمد معناها توا قريب ياسر إن شاء الله يكون موجود، ويوليو الوليدات هذوما بلاص يمشيوا للتبرقة ولا يمشيوا لمراكز أخرين يوليو نجموا يتكونوا لهنا. يتكونوا هنا في الكيف وبعد ديارهم، وفي اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل. نعم ان شاء الله بالتوفيق. احدث التجهيزات واعز المكونين ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله تكمل التجهيزات هذه توصل، واكيد احنا تونا نشوفوا معناها على عين المكان، ونكون نصوروا ان شاء الله كي يكون المركز بطاقه الاستيعاب نتاعو الكامله وتكون التجهيزات حاضره. وان شاء الله بالتوفيق لكم الناس الكل والناس اللي باش تتكون في هذا المركز. شكرا جزيلا ليك سي محمد اللزيت مدير مركز التكوين والتدريب المهني. كانت هذه فكره على جديد تهيئه، ومازال فما برشا تجهيزات باش تجي، وهذا باش يحدث نقله فيما يتعلق الاختصاصات خاصة اللي باش ينضافوا الطبخ والمرطبات. نعرفوا توا السنوات معناها فما إقبال كبير على هذا الاختصاص، وبرشا ناس تمشي لتبرقة وفما طاقة الاستيعاب تفوق برشا، معناها الطلبات تفوق طاقة الاستيعاب الموجودة في تبرقة، وهذا يخلي صغيراتنا ربما ما يلتحقوش بهذا الاختصاص اللي يحبوه. موجود توا في الكيف إن شاء الله انطلاقا، وإحنا ديما متابعة في جديد، معناها كل ما يكون فما دورة فيها اختصاصات احنا بالطبيعة نقدموها لكم عبر موجات إذاعة الكيف. إن شاء الله في سبتمبر نعديوكم الاختصاصات قبل بطبيعة شهر سبتمبر، وقت يتم فتح باب التسجيل لدورة سبتمبر 2025 نقدموا لكم حسب ما ذكر سي محمد، معناها باش يكون فما الطبخ والمرطبات، باش يكون ايضا فما نجارة الاثاث. يستناو في بقية التجهيزات ان شاء الله توصل، ان شاء الله يقع
تركيبها ويتم تهيئة وتجهيز هذا المركز اللي كما قلت رانا السنوات بقينا نستناو في هذه التجهيزات، والحمد لله وصلنا إلى مرحلة مرضية جدا. إن شاء الله تكمل بالخير، وإن شاء الله هذا يحدث التغيير المنتظر على هذا المركز، ويكون كما ذكر سي محمد الزهيات هو أيقونة للتكوين المهني في الشمال الغربية. صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.